سألت نفسك ليه باحس إن الإنجليزي صعب؟ أو ليه مع إني باكون حافظ كلمات كتير جدًا وعارف الرد اللي المفروض أقوله أول ما باجي أتكلم مع حد أو أرد عليه بالاقي لساني وقف ومش عارف أقول ولا كلمة، رغم إني لو رجعت نفسي هالاقي إني بذلت مجهود في الكلمات دي وحفظتها كويس جدًا. خلّيني أقول لك أولًا إن الإنجليزي مش صعب خالص، ولا حتى صعب في طريقة تعلُّمه، ولا حتى صعب في إن أنا أتكلّم بيه أو أمارسه، وإن الموضوع كلّه بيعتمد على طريقة التعلُّم. طريقة التعلُّم بتفرق جدًا، فتعالَ معايا نجرّب طريقة تعلُّم جديدة. عمرك مثلًا فكّرت تتعلّم English من الكلام اللي أنت بتقوله حرفيًا؟ يعني إيه بقى؟ يعني تتعلّم إنجليزي من الكلام اللي أنت بتقوله كل يوم من أول ما تصحى من النوم لحد ما تنام بالليل، ده حرفيًا كل الكلام اللي أنت بتقوله لأصحابك، لأهلك في البيت، لأساتذتك في الجامعة أو أساتذتك حتى في المدرسة. لأصحابك اللي أنت ماشي معاهم في الشارع، للراجل اللي أنت بتروح تشتري منه حاجة، كل الكلام اللي أنت بتقوله حرفيًا عمرك فكرت إنك تاخد الكلام ده وتخلّيه هو الdata بتاعتك علشان خاطر تتعلم منها English؟ لأ، في الغالب كلنا بنعتمد على محادثات بنسمعها، وبنبدأ إن إحنا نحاول نطبّق المحادثات دي أو نتعلم منها English، في حين إن مش شرط كل المواقف في المحادثات دي تكون إحنا بنمُر بيها، يعني مثلًا تلاقي حد بيقول لك اتعلم المحادثة في البنك، اتعلم المحادثة في النادي، اتعلم المحادثة وأنت في المواصلات، وفي الغالب أنت لا بتروح النادي ولا ليك شغل في البنك ولا حتى بتركب مواصلات، بتاخدها مشي تقريبًا، فتعالوا نغيّر طريقة التعلم بتاعتنا شوية. هيحصل إيه مثلًا لو جرّبنا نتعلم الEnglish من الموقف اللي أنا باحكيه لصاحبتي كل يوم؟ يعني مثلًا باحكي لها إني اتخانقت خناقة كبيرة جدًا امبارح في البيت، هيحصل إيه لو فكرت أتعلم English من الموقف ده؟ مش يمكن مثلًا الطريقة دي تساعدني إني أتعلم English أسرع وتحسّن مستوايا؟ هو مش يمكن، هو أكيد الطريقة دي هتساعدك تتعلم English أكتر وتحسّن مستواك، لإنك حتى لمّا بتتعلم لغة تانية سواء الEnglish أو أيًا كانت اللغة دي، بتفضل طريقتك زي ما هي بالضبط وبتفضل تعبّر عن نفسك. يعني إيه؟ يعني أنت بتعبّر عن نفسك بس بلغة تانية، بتحكي اللي بيحصل معاك اللي هو بيحصل كل يوم بس بلغة تانية، بتحكي عن حياتك ومواقفك الشخصية واللي بتمُر بيه بس بلغة تانية، وهي دي الفكرة. الفكرة مش إنك تتعلم من المحادثات اللي أنت بتسمعها، لإن مش كل المواقف اللي في المحادثات دي شرط تكون بتمُر بيها، ولكن اتعلم من اللي أنت بتمُر بيه فعليًا. هو ده بقى اللي إحنا هنعمله في سلسلة يالّا إنجليزي بالعامية، إننا نتعلم الEnglish من الكلام اللي إحنا بنقوله باللهجة بتاعتنا كل يوم. أهلا بيكم في سلسلة يلا إنجليزي بالعامية. هنا مش هنتعلم جرامر ولكن هنتكلم زي ما بنتكلم كل يوم في حياتنا فعلا، وهتعبر عن نفسك كل يوم بس بدل ما بتعبر عن نفسك بالعربي هتبدأ تعبر عن نفسك بالإنجلش. كل حلقة هتسمع فيها حوار أو موقف حقيقي بين أصحاب في الشغل في البيت في الكافيه، والكلام كله هيبقى بالإنجليزي اللي بيتقال في الشارع، مش اللي ممكن يتكتب في كتب المدرسة أو حتى في كتب الكورسات المدفوعة. كل حلقة هتسمع فيها حوار أو موقف حقيقي بين أصحاب في الشغل في البيت في الكافيه، والكلام كله هيبقى بالإنجليزي اللي بيتقال في الشارع مش اللي في كتب المدرسة. بعد الحوار هنفصل الجمل ونترجمها بالعامية ونشرح كل كلمة بتتقال ليه وليه اتقالت كده، يعني مش بس هتفهم، لأ هتبدأ تتكلم طبيعي كمان. هنعيش مواقف بتحصل لنا كل يوم بس المرة دي هنحكيها بالإنجليزي، الكلام هيبقى طبيعي وبسيط زينا بالظبط، هنشرح كل حاجة، الجملة دي معناها إيه وبتتقال إمتى وهل في طريقة تانية أقولها بيها. الهدف مش إنك تحفظ، الهدف إنك تتعود وتفكر بالإنجليزي وتحكي اللي بيحصل لك بس بلغة تانية، ومن غير ما تحس مستواك هيعلى وطريقتك في الكلام هتبقى أحسن بكتير من الأول، والكلام هيبقى سهل على لسانك لأنك بتعبر عن اللي أنت بتمر بيه حقيقي. لو نفسك تتكلم إنجليزي بطلاقة وتفهم الناس لما يكلموك يبقى أكيد السلسلة دي معمولة علشانك. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات اللي جاية كلها، ويلا نبدأ.